النهارده هنعمل مع بعض فراخ تكه بطريقه لذيذه وسهله جدا. مش عارفه ازاي انا عملتش قبل كده معاكم فراخ تكه سهله وجميله، والفراخ طعمها رهيب. رهيبه ومميزه جدا. ريحتها بصوا هتقلب البيت. سهله سريعه فيها كل المواصفات، في 5 دقايق هتكوني محضراها. هتاخد وقتها طبعا في الفرن، بس انا بتكلم على التحضير بجد مش بياخد وقت خالص. فيلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم. اول حاجة معايا بولة هحط فيها توم، وهحط فيها زبادي. الزبادي كان رافض ان هو ينزل مش عارفة ليه. تمام زبادي. كمان هنحط جنزبيل فريش. تمام، حتة صغننة برضو كده مع التوم، يبقى توم وجنزبيل وبزبادي. نحط ليمون، نص ليمونة قصدي كاملة هنحطها كلها. وهنحط زيت شوية كده من الزيت مش كتير، وهنقلب بقى. وبعدين هنحط توابل تتبيله فراخ التكه يعني. بصوا الكيس ده انا هعمل لكم عنه ريفيو مفصل عشان ما نقعدش نرغي في الفيديو ده. هاخد منه نصه بس، استكفيت من نص الباكت. انا ما كنتش عامله فرخه كامله اصلا، فكان ده مناسب جدا مع المقدار اللي انا يعني اشتغلت بيه. وانتي برضو هتشم ريحه، هتحسي ان هي اصلا قويه جدا بجد. يعني انا ما خدتش الكيس كله ومع ذلك كانت الطعم قوي قوي. لو بقى هتعملي فرخه كامله تقدري طبعا تحطي الكيس كله. عندي هنا بقى فراخ متقطعه صغير صغير عشان تستوي يا جماعه وما تاخدش وقت، وكمان عامله فيها فتحات كده علشان الفراخ تستوي كويس قوي. الفراخ دي مغسوله طبعا وكانت في الفريزر، وكمان منقوعه قبل ما بعمل الفراخ في بصل مبشور وفلفل اسود علشان تبقى طعمها حلو. عملت لكم تريك عن الموضوع ده قبل كده، بجد نفذوا التريكه دي هتحسوا بفرق رهيب. بعد كده بقى خدتها حطيتها في التتبيله بتاعه التكه وهنسيبها شويه. على فكره انا نسيت ازود صلصه، المفروض بنحط معلقه كبيره من الصلصه في الوصفه دي بس انا نسيت، بس برضو كانت جميله. ماشي. بعد بقى سبتها انا ساعه تقريبا، تقدروا تسيبوها اقل، نص ساعه مثلا يعني، بصوا براحتكم خالص. هنشيلها بقى من التتبيله ونحطها في الصينيه وندخلها الفرن. بس كده انتوا متخيلين الدنيا عامله ازاي. بصراحه انا بحب دايما يبقى عندي التوابل، باكيتات التوابل دي بتسهل كتير قوي، يعني تحسسني كده بالانجاز في الموضوع. طلع من الفريزر ده ولا ده وخلاص الموضوع انتهى يعني. فهي حلوه جدا. فهناخد بقى نزله التتبيله دي كمان مع الفراخ كده علشان تبقى طعمها حلو. على فكره تقدروا تزودوا بطاطس مثلا من تحت، ممكن تحطوا جزر كوسه، يعني شرايح كده خضار لو حابين من تحت الفراخ، هتاخد من طعم التتبيله وهتبقى خطيره. انا حطيتها في الصينيه دي بصراحه عشان قلت ايه لو لزقت عملت الصينيه دي كده كده ايه بايظه اساسا، فمش مشكله. بس خدت حوالي ساعه الا ربع في الفرن وطلعت بالشكل ده. شغلت الشوايه دقيقتين، الفراخ خدت لون من فوق وبس. كانت حلوه جدا وطعمها رهيب رهيب رهيب، مميزه جدا. لو ما جربتوش قبل كده فراخ التكه جربوها هتعجبكم قوي. هو بس يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا لايك وشير، وكمان اعملوا سبسكرايب لأول مره يشوفني، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.